لو سألت جدك ايه احلى نوع برفان يا جدو بتستعمله، هيقولك ها يا ابني، هو في زي كولونيا 3 خمسات؟ ولا جدتك هتقولك هو في احلى من ريحة اللافندر بتاعت اسمه؟ امال ايه اللي حصل يا جدو وايه اللي حصل يا تيتا؟ اختفت يا بنتي، اختفت اسمه والشبراويشي، كانت احلى كولونيا كنا بنستخدمها زمان. هو في احلى منها؟ تعالوا بقى اما احكي لكم حكايه اسمه والشبراويشي وليه اختفت وكيف عادت وهل ستستمر. كولونيا الشبراويشي أو كولونيا 5 خمسات، على ما أتذكر كده كانت جزء لا يتجزأ من بيتنا المصري ومن كل البيوت المصرية. كان كل بيت مصري عنده الإزازة الصفراء اللي مكتوب عليها 5 خمسات أو 3 خمسات. هي زمان كانت 5 خمسات، ولكن بمرور الوقت اختفت وما بقتش موجودة. ولما جه فيروس كورونا ظهر، بدأت تظهر تاني وترجع تاني، والناس يجروا عليها ويتلحقوا عليها عشان يشتروها. ليه؟ لأن كان فيها كحول الإيثيلي اللي مواجهة وقتل الفيروس. ما تيجوا بقى نسترجع بدايات كولونيا 3 خمسات. المؤسس هو حمزة الشبراويشي اللي جه من قرية شبراويش بالدقهلية، جه للقاهرة وتحديدا في منطقة الحسين، وفتح محل صغير لبيع العطور اللي كان بيحضرها بنفسه. والعطور دي لقت نجاح كبير جدا، وبدأ يتوسع الدكتور الشبراويشي وعمل أكتر من فرع. بعد كده اشترى قطعة أرض كبيرة وبنى عليها مصنع لصناعة العطور بمنطقة دار السلام. ومنتجات وعطور الشبراويشي ومن ضمنها كولونيا 3 خمسات في خمسينيات القرن الماضي كانت بتدي برستيج خاص كده لكل اللي بيقتنيها. يعني كل واحد كان عنده إزازة من أزايز كولونيا 3 خمسات كان عنده كده برستيج كده خاص. وعايزة أقول لكم إن هي كانت سعرها رخيص، ما كانتش برضو غالية، وإن الست أم كلثوم كانت بطلة إعلاناتها في الصحف. وأشهر إعلان قامت بيه أم كلثوم في ذلك الوقت كان تحت شعار لكي تكوني ساحرة استعملي رائحة صفية زغلول، في إشارة لأحد منتجات الروائح من الشبراويش. كولونيا 5 خمسات هي الانتعاش. وعايزة أقول لكم معلومة إن الدكتور الشبراويشي كان بيزرع بنفسه الليمون اللي كان بيستخدمه في تركيب عطوره في حديقة منزله. وكان الملك فاروق كل سنة بيقدم جايزة لأفضل حديقة منزل، وكان بيته في منطقة المعادي وفيها أرض حوالي فدان بتفوز في المسابقة كل سنة. والظريف بقى إن كان كل عيد كان الدكتور الشبراويشي بيعمل نافورة في أرض المعارض بالجيزة بتضخ كولونيا طول اليوم. وأصبحت كل منتجاته من أشهر المنتجات مش في مصر بس، لا ده في بلاد تانية زي لبنان والسعودية والسودان وبأسماء تجارية مختلفة. وناس كتير حاولوا يشتروا من الدكتور الشبراويشي المصنع بأي شكل، لكن هو رفض كل العروض، وكان من ضمنهم عبود باشا. واستمر في نجاحاته لحد ما أصيب بجلطة سنة 1965 وسافر لسويسرا للعلاج. وعرف وهو هناك إن الرئيس عبد الناصر استبعده من قرار التأميم. فبعد علاجه انتقل لبيروت وفتح مصنع هناك كبداية جديدة. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طبعا استغل البعض الموقف ده وكتبوا ان حمزة الشبراويشي هرب من مصر الى لبنان عشان يستقر هناك، وبعدها هيصفي اعماله وهيسحب كل امواله من مصر. فقرر عبد الناصر ان هو يفرض الحراسة على جميع ممتلكاته وتم عرضها للبيع، وكان من ضمنها المصنع والمحلات والاسم التجاري
تجاري من نصيب شركة السكر والتقطير، وبيته اللي كان في المعادي اتحول لمنزل السفير الإسرائيلي. فبعد أن استطاع الشبراويشي أن يتواجد وينتشر في العديد من البلاد العربية، تم تأميم مصنع الشبراويشي عام 1965، وتحول مصنعه بعد فترة لمكان مهجور ومكان للقمامة. أما الكولونيا نفسها فبقت يعني مثار للسخرية من البعض. واستمر بعد كده الدكتور الشبراويشي في لبنان حتى توفي في نهاية الستينات، وعاد جثمانه لمصر ليدفن فيها. ده كان على حسب وصيته اللي هو أمر بيها قبل وفاته. ولما حصل موضوع فيروس كورونا ده، أعاد إلى الأذهان كولونيا 3/5 مرة أخرى. ليه؟ لأن الأطباء نصحوا بشرائها نظرا لاحتوائها على نسبة 70% من الكحول الإيثيلي المقاوم لفيروس كورونا في هذا الوقت. وبكده وضع فيروس كورونا الفرصة لكولونيا 3/5 على طبق من ذهب، ورجعها تاني لأذهان الناس، وساهم في الترويج المجاني لها، وحطها وسط شرائح استهلاكية. وكمان أضاف ليها ميزة كبيرة، لأن هي ما بقتش كولونيا بس ذات عطر جذاب فقط، أصبحت منتج طبي معقم ومعطر أيضا. دلوقتي يبقى السؤال بقى مهم، هل سيتم استغلال تلك الفرصة الذهبية وتفادي كل الأخطاء اللي كانت سبب في اختفاء كولونيا 3/5؟ وبكده بتنتهي حكاية البراند المصري الجميل كولونيا 3/5 اللي بتفكرنا بريحتها بأيام الزمن الجميل. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وتكون عرفت ان انا اقدمها لكم بشكل جميل. وما تنسوش ان اسرار وحكايات وسط البلد معايا انا مولي الحشاش، واشوفكم في جولات جديدة. باي باي.